هذه الفاظ منهي عنها وهي منتشرة بين الناس. فلان في ذمة الله. قال الشيخ صالح الفوزان: لا يقال فلان في ذمة الله، وإنما يقال انتقل إلى رحمة الله من باب الدعاء له. قول بعض الناس إذا مات شخص: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال ابن عثيمين: هذا لا يجوز أن يطلق على شخص بعينه، لأن هذه شهادة بأنه من هذا الصنف. لعن الشيطان. قال ابن عثيمين: الإنسان لم يؤمر بلعن الشيطان، وإنما أمر بالاستعاذة منه، كما قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صدق الله العظيم. عند الانتهاء من قراءة القرآن قال ابن باز: لا أصل له ولا ينبغي اعتياده، بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع، إذا اعتقد قائله أنه سنة فينبغي ترك ذلك وأن لا يعتاده لعدم الدليل. خير يا طير. قال الشيخ صالح الفوزان: لا يجوز التلفظ بهذا، لأن هذا من ألفاظ الجاهلية. قول إن شاء الله في الدعاء: مثال: الله